حفرت قناة السويس بنظام السفرة وافتتحت بامتيازات للأجانب تمس السيادة الوطنية ثم أممت، لكن اليوم باتت إيرادات الشريان المائي المصري تحت تهديدات الأزمة المالية العالمية من جهة والقراصنة في البحر الأحمر من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب تدخلا من السياسة الخارجية المصرية لحمايتها. منذ أكثر من 140 عاما وبالتحديد في 17 من نوفمبر عام 1870 افتتحت قناة السويس لمرور السفن بعد 10 سنوات من أعمال الحفر، لتصبح أهم ممر مائي حيوي استراتيجي بين البحرين المتوسط والأحمر، لكونها تتوسط وتختصر طريق التجارة بين الغرب والشرق. وبسبب هذه المكانة صارت القناة في قلب الصراعات السياسية والعسكرية الدولية منذ إنشائها بسبب رغبة القوى العظمى في السيطرة عليها. فبسبب تأميمها للقناة تعرضت مصر للعدوان الثلاثي عام 56 من القرن الماضي، وتم إغلاق قناة السويس إغلاقا تاما لمدة 8 سنوات بعد حرب 67. ومنذ إعادة افتتاحها عام 1975 صارت القناة شريانا حيويا يضخ أموالا طائلة في جسد الاقتصاد الوطني المنهك. تأميم قناة السويس كان قرار صائب للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أنا بعتبره من قرار تاريخي بيحدد مصير يعني عامل مهم في زيادة نمو الاقتصاد المصري، وبيساهم في زيادة الموازنة العامة للدولة المصرية. وقد سجلت إيرادات القناة خلال شهر أكتوبر الماضي حوالي 400 مليون دولار، وهو رقم يعده البعض إشارة على بداية تعافي القناة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي تسببت في خفض إيراداتها بأكثر من 7% منذ بداية الأزمة في سبتمبر من العام الماضي. وقد حققت القناة إيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الماضية، مقابل أكثر من 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. لا شك ان مستقبل قناة السويس مقترن بوجودنا احنا في العمق الافريقي، في القرن الافريقي، في قرن الصومال، في منطقة المضايق. احنا موجودين فين؟ هل احنا موجودين؟ هل احنا مصر الدولة اللي كانت بتقود الامة العربية في يوم من الايام انسحبت تماما من افريقيا وانسحبت تماما من منطقة المضايق؟ تسعى هيئة قناة السويس إلى الانتهاء من تعميق المجرى الملاحي لها والوصول به إلى 66 قدما بدلا من 62 قدما، الأمر الذي يسمح باستقبال القناة ل64% من أسطول ناقلات البترول عالميا و99% من الأسطول التجاري العالمي وسفن الحاويات. محمد البلوك، الجزيرة، القاهرة.